مرحبا وأهلا وسهلا بكم بفيديو جديد من قناتي. إن شاء الله يعجبكم وتستفادون من المحتوى اللي بيه. هنا أنا أول ما شاركتكم الغداء شاركت وياكم، عندي بامية مجمدة وهاي طريقة الطبخ. أنا طبعا هم منزلتها فيديو شورت إذا حابين تشوفون الطريقة. ومثل ما تشاهدون قدامكم نظفت الخضرة وحضرت الغداء، وهسه ندخل على الفقرة المهمة. مثل ما تشاهدون هنا عندي هذا التخم أو القنفات، هذا كبس حبينا نغيره فشلنا الصفحات مالته. هذا التخم كبس يعني من النوع الأصلي التركي. زين بنات، هاي انتبهوا عليها الفقرة، من تريدون تشترون تخم يعني أنا أفضل العفو أنه ما تاخذون الكبس لأن راح كلش تأذون من عنده، أخذوا اللي كامل أفضل. هنا شفتوا نظفت بالبداية بالمكنسة، شلت الأتربة وهنا راح أغسله على الناشف، كله راح أبدي أغسله. هاي الطريقة على الناشف طريقة كل زينة، جربوها وتطلع لكم إياه يتجنن. استخدمت قاصر ألوان، ضفت حتى تكون العطر طيب وقليل من الزاهي، زاهي ليمون. ومثل ما تشاهدون بديت أجلف بيه وبعدين أبلل الخاولي بمي نظيف وأبدي أمسح بيه. وهسه راح أشوفكم إن شاء الله النتيجة، وأشوفكم الأتربة اللي طلعت من عنده. وهذا كله تراب يعني بنات، تراب ما أعرف منين دا يجيني. طبعا آسفة على المنظر. وهذا شوفوا اللي طلع من عنده، شوفوا شكله شلون صار يجنن وكلش نظيف. شوفوا بنات بهاي الطريقة. وهنا أنا خلصت وغسلت البردات ونظفت الأرضية، الفقرة الحلوة اللي كنا نحبها. وهنا أنا هذا المعطر كلش يجنن، ريحته تجنن بنات، كلش تجنن. وهاي ثاني يوم هم شاركت لكم الغداء بمساعدة زوجي طبعا. سوينا عدة أكلات، تدرون يعني انتو شوية تمن والمرق ثقيل بالصيف، فشوية سوينا عدة أكلات بسيطة، من ضمنها حميسة يعني مال بوتيتا، ومرق الشجر هو كلش يحبها، وسلقنا اللوبيا. وهذا كان فيديونا لهذا اليوم، أتمنى الاشتراك بالقناة.